السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو موت تمام. فيديو النهارده هقول لك على افضل طريقه حضرتك تجيب بيها عروض لاي شركه من شركات الانترنت اللي حضرتك متعاقد معاها. يعني اي شركه، وي مثلا، فودافون، اورنج، اتصالات، الاربع شركات الموجودين في مصر. طبعا اي عرض بينزل لك على الخط بتاعك على التليفون الارضي بينزل لك لمدة مثلا 5 شهور، 3 شهور، ايا كانت الفترة. بقى بعد كده العرض بينتهي. مبدئيا في حاجة كده لازم حضرتك تعرفها، وهي ان شركات الاتصالات مش بتلجأ لموضوع العروض غير لما بتلاقيك انت مش مبسوط من الخدمة بتاعته. بمعنى ان لو حضرتك مثلا رفعت سماعة التليفون دلوقتي ورنيت على خدمة العملاء مثلا بتاعة شركة اتصالات، ممكن ترن عليهم يقول لك ايه؟ امورني يا فندم. بتقول له والله انا محتاج اعرف الاجراءات المطلوبة عشان الغي الانترنت بتاعكم مثلا. يعني انا عايز الغي خدمة الانترنت، ايه هو اللي ممكن، ايه اللي مطلوب مني؟ اولا في الاول بيسألك، بيبقى هو اصلا واخد تعليمات من المديرين بتوعه وكده، وفي الاول وفي الاخر عايز يكسب يعني، ومش من مصلحته ان انت كعميل تسيبه، لا. هو بيقول لك طب يا فندم ايه سبب الالغاء؟ قول له والله مثلا انا جاي لي عرض من شركه انترنت تانية، وليكن مثلا شركه وي لو انت مشترك مع فودافون مثلا، ضعف الباقه مثلا او خصم 50% 6 شهور على باقه انترنت 200 جيجا. يعني انت تقول له عرض يكون موجود بالفعل، يعني عرض حد عمله قدام منك بالفعل، حد قال لك عليه قدام منك بالفعل، وهو الغالب في مصر اصلا خصم 50% على باقة الانترنت 200، او ضعف الباقة لمدة 3 شهور. دول العرضين المنتشرين في مصر. يعني ما يجيش واحد بقى يقول لي خصم 50% لمدة سنة والكلام ده، لا. هو هيقول لك هو هتلاقيه نفسه بيصحح لك. يعني بقول لك قصدك يا فندم خصم 50% لمدة 6 شهور مثلا. تمام. دي كانت حاجة. في حاجة تانية برضو الناس بتعملها، بس أنا ما بفضلش إن أنت تعملها غير وأنت متأكد. وهي إيه بقى؟ دلوقتي أنا العرض أصلا قدامي، يعني أنا في حد صاحبي عامله في الفترة دي قدامي، مثلا أنا عايز ألغي من شركة وي أو ألغي من شركة اتصالات مثلا، فرضا أنا عايز ألغي من شركة اتصالات. دلوقتي قدام العرض اللي هو بتاع خصم 50% ده، وأنا محتاج أصلا، يعني هو موجود في أورنج مثلا العرض ده، أنا محتاج أنقل من اتصالات لأورنج. تمام. ومتأكد إن العرض موجود بدليل إن في واحد صاحبي عامله. أعمل إيه؟ أولا لازم تتأكد من حاجة، إن أنت لو لغيت الإنترنت تسأل في السنترال اللي هو مثلا تابع لشركة اتصالات أو تابع لشركة أورنج، أي واحد فيهم ما بين اللي أنت عايز تنقل منه، تقول لهم هل مثلا المنطقة بتاعتنا دي بورتات الإنترنت متوفرة فيها ولا لأ؟ بمعنى أقول لك، ممكن أنت تلغي الإنترنت وفي نفس الوقت حد تاني يدخل مكانك في الإنترنت، مع إن أنت عندك تليفون أرض، بس تليفون الأرض ده بيبقى جاي عليه اتنين إشارة. بيبقى فيه إشارة نت وفويس، يعني بيبقى فيه داتا وفويس. فهتلاقي من النادر إن حد يقول لك على ملحوظة زي كده. والله الموظف قال لك مثلا بتاع شركة أورنج أو بتاع شركة صالات في المنطقة اللي أنت فيها، قال لك يا فندم الناس كلها بتشترك وشغالين كل يوم عادي، لا ما فيش أي مشاكل في البورتات ولا الكلام ده. حضرتك يعني بتتكل على الله وخلاص بقى، اشترك لي في العرض ده. بتروح طبعا لو انت مشترك مع شركة اتصالات، بتروح تقدم على طلب الالغاء. بتقول لهم انا عايز اعمل طلب الغاء للانترنت الارض. بقول لك والله وضح لي الاسباب. اقول له جاي لي عرض بالشركه الفلانيه خصم 50% مثلا على باقه الانترنت 200 جيجا لمده 6 شهور. والله يا سيدي لو انت يعني مبسوط مع شركة اتصالات، او شركة اتصالات انت شايف ان الانترنت بتاعهم كان كويس، خدمتهم كويسة، قال لك طب يا فندم احنا هننزل لك العرض، قول له ماشي نزل لي العرض، وكده انت استفدت بالعرض. العرض مش موجود، ده لو مش موجود اصلا حضرتك بتحول لشركة اورنج وبتستفاد بالعرض برضه. بس في حاجة برضه عايز اكد عليك فيها، لو انت مشترك مع شركة وي، انا بخص وي بالذات لان وي هي الشركة الام للانترنت في مصر، ومشاكل النت ما بتتحلش غير على ايد شركة وي، ومشاكل الانترنت ما بتتحلش غير على شركة وي. تليفون الارض عموما مش بيتحل غير بشركة وي. وعن تجربة شخصية، انا قعدت في خط تليفون عندي قعدت فيه ازيد من 3 سنين ونص احل في مشكلة، نقلت ما بين ال3 شركات دول، وفي الاول وفي الاخر انا كنت عارف الحل انه مع وي. مشيت مع وي لحد الاخر خالص والمشكلة اتحلت معايا. دي حاجة بصراحة يعني ايه، حابب اشكر وي فيها يعني. هما بصراحة الخدمة بتاعتهم كويسة في كده. تمام.
انت الخط عندك تمام واتاكدت ان جوده تليفون الارض عندك كويسه، بتقدر حضرتك انك تشترك مع اي شركه بالعروض اللي انا قلتها لك دي. ولو انت حابب ان انت مثلا تتاكد من الخط بتاعك كويس ولا لا، انا دلوقتي هقول لك الطريقه. لو حضرتك جيت انك تدخل على اعدادات الراوتر بتاعك دلوقتي، وعشان تشوف السرعه الواصله، المفروض ان انا دلوقتي على اقل باقه. تمام. في يا سيدي انت عندك اب ستريم لاين ريت اللي هو معدل رفع الخط ده 5120، يعني 5 ميجا بمعدل ابلود، والداونلود طبعا حوالي 40 ميجا. ده من شركه وي الكلام ده. طبعا انت عندك ماكسيمم اب ستريم، اعلى حاجه الخط بتحملها هي معاك 10 ميجا ابلود، ولحد 52 ميجا داونلود. طبعا ده انا خط انا بكلمك كان فيه مشكله اصلا، يعني تقريبا دي كانت ربع ميجا. يعني دي اعلى حاجه عندي في الخط اللي هي الماكسيمم، دي كانت ربع ميجا اصلا في الاول. فالحمد لله يعني انا دي كانت خطوه كويسه من شركه وي بصراحه، هم يستاهلوا الشكر في كده. تمام. في النويز، في حاجه اسمها نويز برضو، اللي هو التشويش على الخط. التشويش على الخط عايز ادور لك عليها، هي موجوده فين؟ موجوده فين؟ اهي النويز دي، اب ستريم نويز وداون ستريم نويز. تمام. الارقام اللي قدامك دي يعني هي ارقام كويسه، يعني مثلا حاول ما تقلش عن 2 مثلا هنا. الاب ستريم مثلا ما يقلش عن، يعني انا مش قادر اديك ريفرنس فيهم قوي، بس انا قلت لك على الحاجات المهمه. يعني انا قلت لك على الداون والاب. لو الاب ستريم عندك، لو الابلود عندك قليل، لا انت الخط عندك فيه مشكله، خليك مع شركه وي واتصل بيهم. تمام. يعني انا خد انا مرجع بالنسبه لك، يعني مثلا خد اقل باقه مثلا انا عليها المفروض لحد 30 ميجا داونلود، وابلود المفروض 4 ميجا او 3 ميجا، لا هو معديني بكتير بصراحه. فانت خد الارقام اللي قدامك دي ريفرنس، خدها مرجع ليك. ما انتش عايز تدخل على اعدادات الراوتر، ممكن تيجي في حاجه تانية سهله. ممكن تيجي على اي موقع من اللي هو سبيد تيست مثلا، سبيد تيست اللي هو بيقيس السرعه، زي كده مثلا. تيجي على اللي هو الاوكلا الاولاني ده، بعد كده تعمل جو من هنا عشان تشوف الداونلود والابلود بتاعك، تشوفهم تمام ولا لا. طبعا هو بيديلك داونلود، هو بيبدأ ان هو يعلى معاك لحد ما تشوف بقى هو هيوصل معاك لقد ايه. بس هو بصراحة انا بجيبهم من راوتر اضمن، يعني اضمن من المواقع دي كلها. عادي داونلود 16 ميجا هو جايبها لك كويس عادي، ممكن النت يكون بيستخدم حاجة دلوقتي. الابلود حتى هنا ايه، بيجيب 4.5، هو دخل على 4.5، هو 4.2 اهو تقريبا، وهيعدي ال4.5 عادي، مفيش أي مشاكل. طبعا البنج 11، البنج 11 ده ممتاز يعني. في برضه خطوط بتجيبه 6 وكلام من ده، في خطوط بتجيبه 100. البنج ده لو رقم كبير بيبقى فيه مشاكل عندك في الخط. ده كان فيديو كده حبيت أوضح لك فيه الليلة ماشية ازاي أصلا. بس قبل ما انهي الفيديو في حاجة برضه عايز أقول لك عليها. أنت دلوقتي مشترك مع شركة وي، طبعا ما ينفعش تعمل الكلام ده غير أما تعدي السنة. لو حضرتك ما عدتش السنة بيبقى في شرط جزائي كده لازم تدفعه في العقد، حوالي 200 جنيه تقريبا. هو بيختلف من شركة لشركة، بس هو في الوضع المتوسط يعني الافريج القيمة المتوسطة بتاعتها بتبقى 220 جنيه. دول لو لغيت أي الاشتراك قبل السنة 220 جنيه. تمام. برضو في حاجة دلوقتي، لو أنت مشترك مع اتصالات، واتصالات يعني جددت لك العرض ده مثلا، بس أنت ما غيرتش الشركة، بتقدر تستفاد بالعرض عادي، وبعد الست شهور بتقدر إنك تغير لشركة تانية عادي. كذلك برضو مستحقات الراوتر، ما ينفعش حضرتك تكون جايب راوتر بالتقسيط، لازم تكون مكايش الراوتر، لازم الراوتر تكون يعني مخلص كل فلوسه. تمام. انا تقريبا في الفيديو ده وضحت لك يعني شركات الاتصالات في مصر ماشيه ازاي، والكلام اللي انا بقوله لك ده عن تجربه. اتمنى يكون الفيديو عجبك، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول، وشكرا ليك على المشاهده.